المخزن ما هو إلا عصابة، محمد السادس ما هو إلا ممثل ديال العصابة ولا يمثل الشعب، وما عندهم حتى شي شرعية في الوطن ديالنا. ومن الواجب ديالنا أننا نطيحوهم ونتظاهروا ونحتجوا من أجل استقلال الوطن وتحرير الشعب وإطلاق سراح المختطفين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا، أسعد الله مساكم. دولة هبل السادس ثالث أغنى ملك في العالم اللي حاكم واحد البلاد رجعها زريبة وقال لك سيدي بغا يدير فيها المونديال وكينفق الملايير باش يدير المهرجان الموازين، وفي نفس الوقت عنده واحد الشعب محروم من جميع الحقوق ديالو ومقموع من الدرجة الأولى، وخاصة في المناطق الحوز والمناطق الشرقية وجميع القرى داخل الزريبة. الناس كيعيشوا واحد الحياة شبه منعدمة، والدولة سامحة فيهم وما بغاش تدبر عليهم ولا دير لهم شي حلول وتحسن الأوضاع ديالهم. وإلا خرجوا يندوا على التهميش اللي كيعيشوه مباشرة يهجموا عليهم القوات الأمنية ويمارسوا عليهم الديكتاتورية اللي تعلموها في المعاهد المخزنية. هذا هو القانون في الزريبة، يجب طحن الشعب من أجل بقاء الملك والعصابة ديالو. الحوز اللي دازت عليهم 3 سنوات وهما كيعانيو من الزلزال لحد الساعة ما كاين لا تعويضات، لا سكن، لا طرقات، لا ماء، لا كهرباء، لا سبيطارات ولا مدارس، ما عندهم حتى شي حاجة. الساكنة في دوك المناطق مازال كيعيشوا الحياة البدائية. ومن بعد يخرج لنا أخ النوش يقول لهم الحمد لله على الإنجازات العظيمة والمشاريع القيمة اللي قام بها صاحب الدجاجة، والزريبة أصبحت دولة اقتصادية ويضرب بها المثل في العالم. أنعم السي محمد، بما أن السي أخ النوش كيتبورد علينا بالملك ديالو ويقول لنا راه قام بإنجازات عظيمة، شوفوا معايا هاد الإنجازات العظيمة اللي قام بها المشلول السادس. تفرج يا مواطن. المشاكل بزاف ديال الصحه، عندنا ديال التعليم، عندنا ديال الطرقان، عندنا الريزو، مطالب اللي طلع التهميش منذ سنين. حنا راه وصلنا فينا العظم، حنا ولادنا كيعيشوا واحد الحرمان، لا طريق لا سبيطار لا ريزو لا حتى حاجه. منطقه كانت معروفه على الصعيد العالمي، ولا ريزو ولا تطيه. دارت لنا الولايه والو، غنمشيو للرباط. بالنسبه للمسيره فلا لون لها من السياسه. بغيناش نهاجروا للمدينه، عينا كفى 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 كفى. تحيه لجميع ساكنه ايت بوغماز على هذه التظاهره وعلى هذه المسيره اللي كنحيوهم من القلب، لحقاش ما خلونا ما نقولوا. هذه المسيره هي مطالب اجتماعيه، مطالب اللي طلع التهميش منذ سنين، ماشي يلا بدات هذا التهميش ولا، لانه لا يعقل انه 2 طرق اللي كتدي لجماعه تبنت ولا واحد فيهم مصالح، لا حتى واحد فيهم، كله حفاري كله. زيد على ذلك السبيطار لا يعقل انه اكثر من 30 دوار ولا طبيب رئيسي. زيد على ذلك شبكه الانترنت، الريزو، لا يعقل انك في السونتر ديال ايت بوغماز اللي هي منطقه سياحيه، منطقه كانت معروفه على الصعيد العالمي، ولا ريزو ولا تطيه. فهذا عمل ممنهج، هذا عمل ما عرفت كيفاش نوصفه. وبالنسبه للمسيره فلا لون لها من السياسه، وما فيهاش لون سياسي، واللي بغى يمارس السياسه يمشي بحالته. احنا تنقولوها اليوم من هذا المنبر. هذا مجرد فيديو واحد من بين الالاف الفيديوهات اللي كاينين. منطقه ازيلال السكان ديالها اللي ولاو كيعيشوا الحياه البدائيه، وكل يوم كيخرجوا يطالبوا من الدوله دير معاهم شي حلول، ولكن للاسف الدوله كتصيفط لهم القوات القمعيه يحاصروهم ويبقاو يمارسوا عليهم الوسائل القمعيه باش يسدوا فمهم. اللي عنده شي قيطون يتخبى فيه ويسكت. مهما ان هاد الناس محرومين وكيخرجوا يطالبوا على الحقوق ديالهم بطريقه سلميه، ولكن المخزن كيرد عليهم بطريقه قمعيه وهمجيه وكيهددهم. الناس مضرورين بحالهم بحال الكثير من المغاربه اللي مضرورين، تهلكوا بسبب الاوضاع المزريه ومقصيين من العيش الكريم. وإلا خرجوا للشارع وطالبوا من الدوله دير معاهم شي حل، هذا راه حقهم، والدوله خاصها تخدم على مطالب الشعب وتوفر لهم داك الشيء اللي خاصهم بزز منها، ماشي تصيفط لهم الكلاب الحموش يقمعوهم.
فين باغي توصلوا نتوما بهاد الديكتاتوريه بالله عليكم؟ الشعب طحنتوه على بكرة أبيه، شردتوهم من ديورهم، شردتوهم من الهوية ديالهم، دليتوهم، حرمتوهم من العيش الكريم، وحتى البنادم إلا خرج يعبر عن الرأي ديالو كتمشيو تعتقلوه وتدخلوه للحبس المجرمين. ثروات البلاد كلها خرجتوا عليها، الأرض قسمتوها بحال الكيكة على بني الصوص وفرنسا والإمارات، المرأة المغربية رجعتوها بلا قيمة، اللي يجي يمسح فيها الوسخ ديالو ويلوحها في الزبل وكل شيء عاجبو الحال. هادو هما الانجازات العظيمه اللي قام بها الواسع السادس. اما شي انجازات اخرى اللي تخدم مصلحه البلاد او تخدم لمصلحه الشعب والله ما كاينه. واتحداكم الى تعطيوني انجاز واحد دارو الملك فرح به شعبه، والله ما كاين. لان الانجازات كلها اللي كاينه داخل الزريبه هي ديال الملك واتباعه. اما الاستثمارات 60% ديال بنو قريضه، 30% ديال فرنسا، و10% ديال العائله العلويه. اما الشعب عنده القالب سكر يجلس عليه ويقول عاش الملك. وهذوك الابواق المخزن والاعلام الصرف الصحي الدور ديالهم هو خصهم يخرجوا في المواقع التواصل الاجتماعي ويقولوا لنا المغرب راه زوين وهارب على سويسرا، والجزائريين كيديروا الطوابير على الماء والحليب، وكل قرد يبقى يروج لنا في العبوديه ديالو على حساب داك الشيء اللي قراه ليه المخزن. وبما ان هاد الكوازه بحال منهار سليبي والسنايبي وفروخي والياس وكولا غيولو والكثير من الصنادل اللي برصدوا لنا ريوسنا في اللايفات المعفنه اللي عندهم، بغيت نوصل لهم واحد الرساله باسم سكان الحوز والكثير من المناطق داخل الزريبه، رساله موجهه للنظام المعفن باش يشوفوا يدبروا على هاد الناس اللي كيعيشوا في رميساغ. وانا بغيت نقرا عليكم هاد المطالب شنو هي، وانتوما بصفاتكم يا العياشه وابواق خدامين تحت الصبابط ديال المخزن، الا عندكم دره وحده من الرجوله وعندكم النفس على بلادكم وعلى شعبكم، فتحوا اللايفات وطلبوا من سيادكم يلبيو مطالب الشعب في الحوز والكثير من المناطق الاخرى. يلا يا ولاد الحلاله، شدوا ورقه وستيلو وقيدوا عندكم المطالب سكان الحوز باش توصلوها لسيادكم. اولا ضحايا الزلزال 3 سنوات وهما عايشين في الخيم، والدوله لحد الان ما بغاش توفر لهم السكنات. خرجوا وتكلموا وقولوا للدوله علاش هاد الناس ما بغيتوش تعطيوهم السكنات، رغم انكم خديتوا مساعدات من الدول تقدر بالملايير الدولارات. فين مشات الفلوس؟ هذه خصكم تقولوها للنظام ديالكم. ثانيا الناس خاصهم الطرقات ووسائل النقل، عيب وعار 2025 والناس مازال باقيين كيستعملوا الحمار كوسيله للنقل، هذه وصلوها لهم. ثالثا خاصهم الماء والضوء ما عندهمش، وكذلك خاصهم السبيطارات والمدارس، خاصهم المرافق العموميه. الشباب تما كله بطال ما كانش لي خدام، علما ان 80% من المناجم اللي كاينه في الزريبه كلها موجوده في اراضي الحوز. ربما هاد المطالب ماشي حاجه كبيره والدوله هاد الشيء ماشي صعيب عليها، الا بغات توفر لهم هاد المطالب راه حاجه سهله، خاصها غير الرجال فقط اللي يعطيو الاوامر. ما كرهتش يا ابواق المؤثرين تفتحوا لينا شي لايفات زوينين وتكلموا على هاد الامور، ربما احسن لكم اللي تبقاو فاتحين اللايفات ليل ونهار على الجزائر وتضحكوا على المغاربه، لان مشكل الزريبه هو النظام المخزن ماشي الجزائر ولا غيرها هي المكبوتين. حشموا على لسانكم وما تبقاوش تمارسوا علينا داك النفاق اللي قروه لكم. حنا كنعرفوكم احسن معرفه وحتى قرد فيكم ما يقدر يضحك علينا. المشاكل كلها اللي كاينه داخل الزريبه السبب ديالها هي السياسه الفاشله اللي كيمارسها النظام الفاشل اللي عندكم، والمعاناه البائسه اللي كيعيشها الشعب السبب ديالو هو النظام الملكي وعلى راسهم ملك البلاد هوبل السادس، وبلا ما ننساو عائلته حتى هما من اكبر الشفاره في البلاد. اما المسؤوليه يتحملها الملك واصابع الاتهام كلها توجه للملك شخصيا. وانتوما يا قراقيز اللايفات عارفين هذا الامر، ولكن ما عندكمش الجرأه باش تخرجوا تهضروا، لانكم عارفين الا جبدتوا الملك على لسانكم العواقب غادي تكون وخيمه. ضروري خصكم تضربوا الشتاء للنظام وتلحسوا الكابا من اجل الحفاظ على القزازيب ديالكم. والتعيشات للملك تعتبر واجب ملكي،
وكل من خالف العبودية للملك فتسقط عليه اللعنة المخزنية ويصبح من المغضوب عليه، وجزاؤه السجن والقنينة الشريفة يبرك عليها باش يبقى عبرة لغيره. هذا هو السبب يا العياشة اللي كيخليكم قابلين على الانبطاح والركوع والدافعوا على الديكتاتورية العلوية الفاسدة، لأن الرعب كيركبوه لكم. الله يعطي لباباكم شي مصيبة اللي تخلي العالم كله يتفرج فيكم كبير وصغير. وقبل ما نختم الفيديو بغيت نسولكم يا بوعشعش، واش بصح بالزريبة منعوا عليكم تسمي ولادكم باسم محمد؟ سمعوا هاد السيد اش قال. السلام عليكم. واحد السيد بغا يمشي يسمي ولدو في الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء، ويسميه محمد. قالوا لي لا ممنوع. قال لي علاش؟ قال لي داكشي جاي من الفوق. قال لي ودابا شنو المشكل؟ شنو يعني شنو غندير؟ قال لي يا اما تسمي سميه اخرى يا اما تزيد حدا هاد السميه سميه اخرى. قال لي كيفاش؟ قال لي يعني دير محمد امين ولا محمد يعني سميه حداها، محمد مصطفى ولا محمد كريم ولا دبر راسك، المهم محمد بوحدها ما تكتبش. والله شاهد على ما اقول، اقسم بالذي خلق الكون في 6 ايام ثم استوى على العرش. الى السيد بقى في الحال. قال لك شوف، محمد بن عبد الله الذي حررنا من الشرك ومن البدع. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه فقد نصره الله. يعني كتشوف والله هادشي مؤلم. تبارك الله عليكم. اسم محمد ولا حتى هو غير مرغوب فيه داخل الزريبة لا شريفة، والنت تطبيع واتفاقية أبراهام خدامين عليها بامتياز، والعياشة صم بكم وهم لا يشعرون. ما بقاش بزاف غادي نوليو نشوفوا المساجد يسدوهم، والقانون يعاقب كل من هو مسلم، والحجاب حتى هو يرجعوه جريمة ويصنفوه جنحة، والنقاب يرجعوه جناية، واللي يشدوه من أهل السلف خلت على دار شدبوه. هادشي كامل غادي توصلوا ليه وعقلوا على كلامي هذا. والله يا العياشة حياتكم ولات مرهونة ومقيدة داخل الزريبة، والنظام ديالكم بإكماله ولا مجرد عامل وظيفي خدام لمصلحة غيره وفاقد السيادة بشكل نهائي. كل شيء راه واضح للملأ، ما عندنا ما نزيدو نغطيو. الزريبة ديالكم يا العياشة ما عليكم غير تصليو عليها صلاة الميت وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي. بلادكم مشات في 60 داهية، الشعب ولا مهجر داخل بلادو، الثروات كلها ولات ديال غيركم، الحدود ولات مفتوحة للأفارقة، دخلوا عليكم بالآلاف ولاو كيطحنوا فيكم داخل بلادكم. ومخطط شباك نجح 100%، اللي هو المخطط الضمان والحفاظ على سلامة ممتلكات بنو قريظة داخل الزريبة باعتبارها أرض أجدادهم وهم السكان الأصليين. البلاد تباعت حماد، وانت يا العياش خذ مني هاد النصيحة، سير قلب على شي أرض أخرى استوطن فيها، لأن التعياشيت ديالك ما بقاش صالحة وما عندها ما تقضي لك، حيث العلويين هما أصلا ما بقاوش يحكموا في البلاد، باعوها وتنازلوا عليها. هزوا حوايجكم يا العياشة وسيروا للسنغال، الوطن ديالكم الأصلي، وعيشوا تما في الأدغال أحسن من اللي تبقاو داخل الزريبة عايشين في القياطن واللي يجي يعفط فيكم. ديروا النفس وحاولوا تقلبوا على الكرامة ديالكم، حسن ليكم من داك الانبطاح والذل اللي كتعيشوه. هذه هي الصراحة، ضروري خصني نقولها لكم لعل وعسى تفيقوا من نعاسكم وتعيقوا بالقالب اللي داروه لكم. شعب ميت الله يستر، وحق الله ما جايب للدنيا خبر، غير حال فمو والدبان يقشقش عليه وفاقد الامل والعياذ بالله. اتفوا عليكم وعلى نظامكم يا عرة العالم.